او الاستاذ احمد سالم او المهندس احمد سالم او احمد بيه سالم، راجع تصريحاتك وخليك في فرقتك. لما حد يقول لك الزمالك، كنت انت ولا خالد الغندور ولا احمد الخضري، كابتن الاستاذ احمد الخضري برضه بيقول لك بيلقح على الزمالك ليه؟ يا راجل يا راجل، ده انت في حلقاتك على السوشيال ميديا ماسك امام عاشور مطلع روحه. ما هو شوبير خد احسن لاعب في المباراه عشان الاداء اللي شاله، الاجوان والاهداف اللي شالها، شال 5 اهداف. ف فعلا صح ولا غلط؟ لا كلامك صح. قناه المسجد المبارك شوبير حريقهم، اصبح شوبير حريقهم في الاعلام وشوبير حريقهم في الملعب. فاحنا دلوقتي هنقول بس نوصل رساله للكابتن احمد سالم. انتوا اللي طول قناه الزمالك، وانت في قناه الشمس وفي الزمالك وعلى الام بي سي، والكابتن الخضري في السوشيال ميديا وفي قناه الاي تي سي، والكابتن خالد الغندور في الاون تايم سبورت او راديو اون تايم او في قناه المحور. انتوا اللي طول النهار ما بتفضلوش، طول النهار كلامكم الغازكم كتير على الاهلي ولاعيبه الاهلي. طيب ده احنا حاجه تشرفنا ان الاهلي دايما هو ولاعيبه الاهلي هي اللي تصنع الحدث. يعني النادي الاهلي ولاعيبه الاهلي دايما هي اللي تصنع الحدث. لو في مشكله قد السمسمه زي ما بيقولوا في الاهلي، بتكبر بتكبر تكبر تكبر تكبر، والاعلام يكبرها ويتكلم فيها، وحواديت ولقاءات ومستشارين واعلاميين، عشان ده الاهلي. ولو في نصيبه سودة في الزمالك محدش بيجيب سيرتها. متعودين على كده، متعودين كده. الزمالك بلاوي كتير، او لعيبه الزمالك بلاوي كتير. في خلال شهرين انت شفت واحد ربنا فك اسره من جريمه قتل او من قتل خطأ، وثلاثه ربنا فك اسرهم من سيد عبد الله ياسر كريم الزملكاوي المحترم. لم يزعل من شخص، يزعل من حد محترم او يغير من حد محترم. انما شوبير غلط في اخي. طب شوبير قال ايه؟ قول لي شوبير قال ايه؟ قول لي شوبير بيجيب سيره ده انا سمعته في قناه الاهلي بيجيب سيره الزمالك، بيقول لك الزمالك بيعمل كذا وبيسوي كذا واللعيبه عملت كذا وخلاص، وما بيجيبش سيره الزمالك تاني. لعيبه الزمالك بقى او قناه الزمالك طول النهار على الاهلي. الاهلي بلس، قناه الاهلي بلس، قناه الزمالك دي قناه الاهلي بلس. تمام. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف اعلام الزمالك منين قال ان امام عاشور بيقول ان الزمالك حته تانيه؟ هو انتوا على راسكم بطحه؟ يعني نادي الزمالك ده او اعلام الزمالك على راسه بطحه لما امام عاشور قال اي حته تانيه خدتوا على نفسكم الكلام؟ استاذه فاطمه الهاشمي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. فينك كده؟ ما احنا خلينا في الدوري، بس انا حابب بس ارد على ايه. تحياتي ليك يا استاذ عبد الله، وتحياتي ليك حضرتك، وعليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله فاطمه الهاشمي. اللايك للفيديو اكون شاكر ليكي، اللايك للفيديو واللايك للاستاذ عبد الله للفيديو اكون شاكر ليكم. فاحنا دلوقتي عايزين تاني، لو انتوا عايزين اعلام النادي الاهلي ما يجيبش سيره الزمالك، انتوا خلوكوا في حالكم. يا ريت يا ريت يا ريت تخليكم في حالكم، ما تجيبوش سيره الاهلي تاني. ولما لعيب من الاهلي يطلع يقول الزمالك حاسبونا، او اعلامي يقول الزمالك حاسبونا. ده عادل القيع وابراهيم المنيسي هيرد رد. انا بقول لك اهو، استنى حلقه الاستاذ الكابتن المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي في حلقه ملك وكتابه الجايه، وتفضلوا اتفرجوا وشوفوا عليه الصلاه والسلام قناه المسجد المبارك، واتفرجوا على ردهم على الكابتن على الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي نادي الزمالك. اتفرجوا على ردهم بالذوق وبالادب على المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. حبايبنا على البث فضلا منك اللايك للفيديو اكون شاكر. اللايك للفيديو، اللايك للفيديو اكون شاكر ليكم. واللي حابب يشترك معانا في القناه على راس من فوق. استاذه فاطمه الهاشمي والاستاذ سيد عبد الله، وجزاكم الله كل خير والله، وجزاكم الله كل خير. فاحنا يا ريت يا ريت يخلي اعلام الزمالك يخليه في حاله، ولما اعلام الاهلي يجيب سيرته سيره الزمالك يبقى يتكلم. يا ريت، لان اللي بيحصل من اعلام الزمالك مش قليل. اللي بيحصل من اعلام الزمالك